هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 9 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعاتي العزيزات ومستمعي الأعزاء، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج نافذة ثقافية الجزء الثالث والأخير من المقابلة التي أجراها مع الدكتور سيد شعبان الخبير اللغوي، وموضوع حديث اليوم مسؤولية ورسالة الأديب في المجتمع. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. اختيار السوداني محمد عبد السلام مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إريتريا. الجيش الصومالي يقول أنه قتل 10 من حركة الشباب المجاهدين في منطقة شبيلة. نائبا الرئيس السوداني والجنوب السوداني يبحثان اتفاق سلام جنوب السودان. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وهاكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أكدت مصادر في مجلس حقوق الإنسان بأن لجنة حقوق الإنسان في المجلس اختارت يوم الأربعاء الماضي 7 من أكتوبر الجاري أستاذ القانون الدولي السوداني محمد عبد السلام مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إريتريا، خلفا لمواطنة الشيلي دانييلا كرافيتس، والتي استقالت من المنصب في يوليو الماضي. والبروفيسور محمد عبد السلام كان هو أوفر المرشحين حظا لشغل المنصب الذي تم إقراره في عام 2011، وشغلته لأول مرة القانونية شيلا بي كيتاروث. وبهذا المنصب سيقوم محمد عبد السلام بمتابعة ملف حقوق الإنسان في إريتريا ورفع تقارير دولية للمجلس حول التقدم المحرز بصددها. وكان السيد محمد عبد السلام يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي بجامعة الخرطوم. قال متحدث باسم القوات المسلحة الصومالية التي تخوض حربا ضد حركة الشباب المجاهدين الصومالية المتشددة بأن 10 من عناصر مسلحة من الحركة لقوا مصرعهم في عملية عسكرية بالقرب من بلدة باريري في منطقة شبيل السفلى جنوب الصومال. وافاد قائد الجيش الصومالي أحمد سيد حسن في المنطقة أن القوات تمكنت من تحرير عدة مواقع متاخمة لمنطقة شبيل الوسطى. وتتعرض الحركة لهجمات من قبل الجيش الحكومي المدعوم بواسطة قوات تابعة للاتحاد الأفريقي تقودها إثيوبيا، وتتعرض كذلك لهجمات بطائرات أمريكية مسيرة أدت إلى مقتل العديد من أعضائها. ذكرت وكالة السودان للأنباء في خبر لها من جوبا عاصمة جنوب السودان بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دوغلو بحث مع النائب الأول لرئيس جمهورية السودان الدكتور رياك ماشار بمكتبه اتفاقية جمهورية جنوب السودان، وذلك باعتبار أن السودان هو الطرف الضامن لهذه الاتفاقية، وذلك بحضور المستشار توت غولواك مستشار الرئيس سيلفا كير للشؤون الأمنية. وقال المستشار توت غولواك في تصريح صحفي أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني اطلع على الملفات التي تم تنفيذها وتلك التي لم تنفذ بعد. وأضاف أنه في الجانب السياسي من الاتفاقية تم تشكيل الحكومة في جوبا، وتبقى تكوين حكومات الولايات والذي بات وشيكا. وفيما يتعلق بجانب الترتيبات الأمنية، أشار غولواك إلى تجميع القوات في معسكرات التدريب والتي سيتم تخريجها في غضون شهر من الآن ودمجها في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى أنه سيتم تدريب ودمج الدفعة الأخيرة من القوات. وأكد توت أن اتفاقية سلام جنوب السودان ماضية نحو غاياتها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لشعب جمهورية جنوب السودان. هذه إذاعة إرنا. وبهذا الخبر من جوبا عاصمة جنوب السودان نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
اختيار السوداني محمد عبد السلام مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إريتريا. الجيش الصومالي يقول أنه قتل 10 من حركة الشباب المجاهدين في منطقة شبيل جنوب الصومال. ونائبا الرئيس السوداني والجنوب السوداني يبحثان اتفاق سلام جنوب السودان. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال معكم نقلب صفحات الثقافة والأدب والفن مع أستاذنا الدكتور السيد شعبان جاد عبد الوهاب، أستاذ علم اللغة العربية، الخبير اللغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، الأديب الكاتب بالصحف المصرية والعربية. دكتور، مرحب بك في إذاعتك، إذاعة إرينا الدولية من باريس للمرة الثالثة. هذه إذاعة إرينا. نعم، الحمد لله. نعم، أحمد الله أني أتواصل معكم للمرة الثالثة على التوالي. دكتور، طمنا على صحتك والعافية وأوضاع مصر بشكل عام من هذه الوبائيات. الحمد لله، نكاد في مصر الآن أن نتجاوز مرحلة الخطر، فالحياة صارت طبيعية أو أقرب إلى أن تكون. الناس تجاوزت مرحلة الخوف والهلع من هذه الجائحة. بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. أعداد الإصابات ولله الحمد انخفضت كثيرا. المستشفيات التي كانت للعزل أغلقت. جميل. دبت الحياة في الأسواق وفي الطرقات، والحمد لله. يعني أهم شيء أن يتعامل الناس بوعي وبأريحية وبفهم مع هذا الداء. إن شاء الله، وربنا يرفع البلاء من كل مكان. رفع الله البلاء عن العالم كله. نعم. إن شاء الله، ومتعكم بالصحة والعافية. دكتور، آمين يا رب، اللهم آمين. رسالة الأدباء في الحياة المعاصرة أعتقد فيها شيء من مسؤوليات مركبة لم تكن رسالة الأديب كما كانت عليه في الزمن السابق، لكن مع تكنولوجيا المعلومات وتداخل أشياء وأشياء، دي وجهة نظر شخصية، إنه رسالة الأديب في مجتمعه المعاصر مركبة وفيها أشياء أكثر مما كانت عليه من قبل. لو تحدثنا دكتور عن مسؤوليات الأديب والتزاماته الأخلاقية والتحديات اللي بيواجهها في عصره، كيف يمكن قراءة ذلك من خلال تجربتكم أنتم كأديب ومتخصص لغوي وكاتب وناقد وأستاذ؟ يعني كنت سألتني في نهاية الحلقة الماضية عن اللقاءات في التلفزيون المصري، فأجريت أكثر من حلقة عن الحياة وعن الأدب وعن مظاهر التأثير والتأثر بين الأديب وعالمه. ومن هذا المنطلق ألفت نظر السادة المستمعين إلى أن الأديب يجب أن يكون صادقا مع نفسه أولا، فإن صدق مع نفسه أبدع وأخرج أدبا راقيا. الأديب لسان مجتمعه وآلته الإعلامية الجبارة، وكان في القديم لسان القبيلة والمتحدث بأمجادها والزائد عن حياضها، فإذا ما نبغ في القبيلة شاعر أدركوا العزة وأدركوا الشرف، حتى إن عمرو بن كلثوم حينما كتب يعني نونيته التي مجد فيها أو مجد بني تغلب، قالوا يعني جاءنا بعز الدهر. ما في شك. من هذا المنطلق الأديب لسان قومه، الأديب يعبر عن أحوال مجتمعه وعن آلامه وعن آماله وعن تطلعاته. الأدب الخالد هو الأدب الذي يصدق الأديب فيه مع نفسه ومع مجتمعه، فإذا ما التبس بالزيف وتدثر بالوهن وبحب الذات وبتقمص أشياء لا تمت إلى عالمه ولا إلى مجتمعه بصدق ولا بصلة، اندثر هذا الأدب، وكثير من الكتاب عفى عليهم الزمن وانطوت صفحته. فالمصداقية مهمة.
طيب المصداقية والخيال والإبداع والتجديد. ليس شرطا أن يقبع الأديب في ظلال مجتمعه ويكتب أحداثا يومية. إنه ليس إنه كاتب عرض حالة أو كاتب باليومية. الأديب لا، الأديب يستشرف المستقبل، يصنع لعالمه ولمجتمعه آفاق تمتد. طيب دكتور، بين المصداقية والالتزام أحيانا بتفرض عليك أشياء يعني ضروريات وتحديات قد لا تجد بدا. يعني هكذا بعضهم يرى أنه يعني زي الأفلام مثلا، الأفلام المصرية اليوم زي الأفلام المصرية قديما، يعني لأنه الجمهور يحتاج، الجمهور عايز كده. وأحيانا برضو الأديب لا ليس لا الأديب إذا ما تماهى مع جمهوره وتعامل معهم بمنطق القطعة ومنطق السوق أفلس. إنه معلم، إنه رائد، إنه موجه. الأدب الخالد، الأدب العظيم، هو الأدب الذي يتعالى على الجراح، والذي يترفع عن النزوات الإنسانية وعن مطامعها وعن شهواتها. فكيف لو كأن الأديب كان مخرج سينما، انتهى أدبه واندثر. معظم الأعمال السينمائية جنت على روائع الأدب العالمي. فلو قارنا مثلا ما بين الثلاثية التي كتبها العملاق نجيب محفوظ وبين المعالجة ما بين السرد وما بين الفن، لوجدنا أن النص عند نجيب محفوظ يفوق 1000 مرة ما كتبه السيناريست في الأعمال السينمائية. الأديب ليس بائع حلوى ولا صانع عرائس دمى. الأديب فنان، والفنان يرتقي بذوق وبذائقة متلقيه. نعم. هكذا أرى أن الأديب لا يتماهى مع الحالات اليومية، إنه يعالجها، إنه ينظر إليها، لكنه لا يذوب فيها. طيب. وإلا كان كبائع الحلوى الذي إن سطعت أو أشرقت الشمس ذابت حلواه وذهب ورجع بخفي حنين. ما هي كبرى التحديات اللي بتواجهه في نظرك تقريبا دكتور، غير الذي يواجه نعم الذي يواجه الأديب الآن من تحديات هو أن يتناسى أنه أديب. كيف؟ أن يتنازل عن رسالته، أن يتقوقع عند ذاته، أن يتوقف عند حلم البسطاء. عليه أن يمتد بظلال كتاباته إلى آفاق قادمة. هب مثلا أن أديبا من الأدباء تماهى مع أوضاع ما وعاش في ظلها، وتغيرت هذه الأشياء وهذه النظم ثم بعد إنه يندثر ويتماهى ويفنى. طيب الأديب باعتباره من صفوة المجتمع ومن النخبة، هل تتفق معنا على أنه الأديب، أنت أين تضع الأديب دكتور؟ هو من النخبة أم من عامة الناس؟ الأديب رائد أكثر. والرائد لا يكذب أهله. نعم، لكن هنالك دكتور الرواد تشتريهم السلطة يا دكتور. التعامل مع السلطة يجب أن يكون بحذر. كلنا يتعامل مع السلطة، كلنا جزء منها. نحن لا نعيش في حلقة مفرغة، كلنا يعمل في دوائر الحكومة وفي خطها العام ويتبع سياستها، وهكذا الحياة. أنت لا تستطيع أن تنعزل عن مجتمعك ولا عن دوائر صناعة القرار. والسلطة تعرف الصادق من الكاذب. يعني ألا تظن وأنت معي أن الأديب هذا الذي يكذب على نفسه وعلى مجتمعه يرضى عنه الآخرون؟ لا، إنهم لا يرضون عنه. طيب دكتور، أنت قلت أنه لا.
دكتور، أنت قلت السلطة تعرف الصادق من الكاذب. نعم. وهل كل السلطات صادقة؟ ما هو هناك سلطات صادقة وسلطات كاذبة. وهل كل البشر أنبياء؟ أنت تبرر الكذب للسلطات؟ لا، لا أبرر الكذب حتى لنفسي. حتى لنفسي. نعم نعم نعم. طيب دكتور، لكن السلطات لها مصالح ولها توازنات، وأنا بعيد عنها، أنا لست في ركابها ولله الحمد. جميل جميل دكتور. فهي هذه واحدة من التحديات، أن تكون صادق مع نفسك ومع مجتمعك وفي رسالتك، لأن السلطات وأن تتوازن. أيوة، وأن تتوازن، وليست الحياة سوداء أن لا ننظر إليها بهذه النظارة السوداء. نعم نعم. وأن لا نرى الخير ونغمطه، وأن نرى الشر والسوء وأن نسكت عنه. إذا لا تكون لنا وظيفة، لكنها الحكمة التي إن أوتيها المؤمن فقد أوتي خيرا كثيرا. لا رهق ولا طيش ولا عنف في تناول الأشياء، عليك بالحكمة. نعم نعم. والحكمة ضالة نعم. المؤمن دكتور. لكن هناك نعم. أدباء دائما هم في الاتجاه المعاكس مع سلطاتهم، وهنا تبرز شخصياتهم فقط لأنهم هم في الاتجاه المعاكس لتوجه السلطة. برأيك ما هي الأسباب؟ هل فقط لأنه خالف تذكر مثلا، أم هناك برضه أو مرض نفسي المرغوب ممنوع؟ هو يريد أن يرى نفسه في هذه، يعيش المظلومية. طيب دكتور، يعيش المظلومية. نعم. كيف ترى يعني تعاطي المثقف والمبدع الأديب وغيره مع قضايا شعبه في عالمنا المعاصر، وخلينا نقول في الواقع العربي؟ الواقع العربي مثقل بالجراح، مثخن بها. فالعرب تركوا أنفسهم لغيرهم. العرب يا سيد تشرذموا لغة وثقافة وإبداعا. العرب تشرذموا وتنكر بعضهم لبعض، كأنما يعني صدق فيهم ما قاله رسول الله: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لقد كفر الناس بعالمهم وبحيواتهم، تركوا ما عندهم واشرأبت أعناقهم إلى ما عند غيرهم. لقد نسوا تعليمهم وثقافتهم وأخلاقهم. وانظر إلى شوارعنا وانظر إلى كتاباتنا. يؤسفك أن ترى هذا المنحدر من عامة الناس قبل خاصتهم. فكيف يعيش الأديب في وسط هذا المجتمع الذي لا يقرأ ولا يهتم به؟ طيب لمن يكتب الأديب؟ يقول البيت الشعر ذكرناه في الحلقة الأولى. طيب أسباب هذا التشرذم شنو؟ أولا نفصل بين الشعوب والمنظومات. يعني نحن نتحدث عن نعم، لابد أن نفصل. الشعوب بجهلها وبتخلفها وبعدم وعيها تصنع أسيادها. هي المسؤولة عن صناعة أسيادها وصناعة أصواتها، هي التي تصنع هؤلاء. نعم. هي من يقرأ؟ مسؤولية الشعب يعني فقط. من يقرأ؟ الشعوب والحكام والحكومات والأنظمة والقوانين والدساتير كلها مسؤولية مشتركة. أنت لا تستطيع أن تلقي اتهاما على جانب دون الآخر. أين الجامعة العربية؟ أين منظمات التربية والعلوم والثقافة؟ نعم. أين هي؟ هل تستطيع أن تذكر لي دور الجامعة العربية في النهوض بثقافة العرب وبأحلامهم وبآلامهم والتخفيف منها؟ دكتور وكأنك تعيد يعني أنا في يوم من الأيام كنت في الجامعة العربية كموظف، يعني في جامعة العربية في الأمانة العامة في ميدان التحرير، في قسم قطاع الإعلام والاتصال في أمانته الفنية. فأنا يعني ربما تكون شهادتي مجروحة، لأنه كنت في يوم من الأيام 5 سنوات قضيتها في جامعة الدول العربية في قسم في قطاع الإعلام والاتصال في الأمانة الفنية. فنترك الإجابة للمستمع الكريم، لأنه شهادتي حتكون مجروحة يعني. لكن يعني وراء الأكمة ما وراءها. نعم. أنا افتكرت يعني، وحضرتك لأنك ما بتعرف أنه كنت موجود في الجامعة،
فأنا لا أعرف. لا. نعم، ونحن ما تعارفنا من على البعد يا دكتور، وأنا سعيد جدا جدا. كنا شرفنا بك في أرضنا، ويعني طعمت من طعامنا، والله إن شاء الله إذا أمد الله في الآجال إن شاء الله سنلتقي في إن يوم شاء من الأيام الله بإذن الله. مصر يعني الحبيبة إن شاء الله. يا مصر حبيبة دكتور. على الجميع والله، نعم، ومصر حفظها الله طبعا زي ورعاها. ما قلت، يعني أنا في القصيدة اللي كتبتها مصر التي يعني إذا ذكرت منها الأبيات حأذكر لك، لكن في بيت أخير بقول يعني ما قادر أتذكر. المهم إن شاء الله سأذكره لما نأتي إلى نعم تذكرته حقوله لك. نعم. دكتور، نحن إن شاء الله أمامنا بضع دقائق، وكنت يعني تحدثنا وإياك واقع الأدب العربي في هذه الظروف التي ذكرتها الآن، بين يعني التشرذم والخلاف الموجود، يعني هذه الشعوب برضو والحكومات المتسلطة عليها وغيرها وغيرها. كيف ترى واقع الأدب؟ لأنه الأدب يعكس المستوى الموجود فيه المجتمع في هذا العصر المتسارع والمتلاطم والمتنازع ومتصارع يعني مع بعضه البعض، كأنه زي ما قال دكتور عاصم، دكتور أستاذ اللغة، أستاذ علم التاريخ جامعة القاهرة، هذا العالم العربي هو عالم يعني عاصم الدسوقي ومفكك، يعني عاصم الدسوقي. من هنا نحييه، درس نعم. واحدة من المواد في جامعة القاهرة، فبيقول إنه عنده كتاب مشهور يعني العالم العربي الوحدة نعم. والتفكك. فهذا نعم. الوحدة والتفكك الموجود كيف هو واقع الأدب العربي بإيجاز دكتور؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أكاد أقول لك أن العرب توحدوا في شيء يصعب تصديقه، في رصد آلامهم. توحد العرب في كتاباتهم، فإن قرأت لكاتب يمني كأنه يكتب عن كاتب مغربي أو عن كاتب مصري أو عن كاتب بغدادي، نعم، أو عن كاتب شامي. فالعرب لديهم نوازع وثمار التوحد. العرب يا سيدي لو بعد عنهم التدخل الخارجي لصاروا من أعظم الأمم. نعم، صدقني العرب يحب بعضهم بعض وبعضهم صح. الفرق وانجابت عن عيونه الكرى، لمن رام الكواكب مطمع. قال علي الجارم: صح الشرق وانجابت عن عيونه الكرى. شوقي سلام، يعني لما تكلم في قصيدته عن سلام إلى بردة أرق. أتذكر شوقي حينما كتب عن الشام وعن بغداد فالعرب يلهج ذكرهم بالوحدة وبالحب وبالخير. ودمع لا أما الآخرون لو نزعوا يدهم عن العرب لنجح العرب. إنهم لا يريدون لنا أن ننطق. فواقع الأدب هو انعكاس لما يعيشه، ونحن إن شاء الله سنتحدث في الحلقة القادمة واقع الأدب العربي بشكل عام والرواية على وجه التحديد في ظل الظروف التي تعيشها الأمة العربية. تفضل دكتور. نسأل الله أن يوحد ما بين العرب، وأن يزيل ما بينهم من خلاف، وأن يمنع الآخرين من أن يتدخلوا في شؤونهم. يعني أكثر ما يقلقك إيش دكتور في الأدب العربي؟ أكثر ما يقلقك في واقع ومستقبل الأدب العربي في التعليم. أنا أرى أن صلاح العرب في تعليم نابه نقي، تعليم مبدع. إن نجح العرب في أن يزرعوا في بيئاتهم وفي مدارسهم تعليما نقيا استطاعوا أن ينهضوا. فألمانيا نهضت بعد الحرب العالمية الثانية واليابان بالتعليم. التعليم أولا وقبل كل شيء. لو أنك قضيت على الجهل وعلى الخرافة لأخرجت مجتمعا ناهضا مثقفا. التعليم يا سيدي، التعليم هو الذي أخرج الأدباء والعظماء والمفكرين والذين رادوا الدنيا بفنهم وبعلومهم. التعليم ما موجود يا دكتور، يعني في واحد ممكن يقول لا، التعليم موجود، ليس هذه النوعية من والمعاهد. أنا معلم، أنا صدقني يا أستاذ أحمد، ليس ما أقصده هو هذا الاجترار من الكتب
والكم من المعلومات التي لا تنفع ولا تضر. التعليم المبدع، التعليم النابه الذي يستطيع به الطالب أن يواجه الحياة ثقافة وأخلاقا ومعارف. إنما أن تأتي بطالب يفك رموز الحروف فما هذا بتعليم. منذ 50 عاما ونقول تعليم وجامعات. أنت تحتاج إلى طالب نابه وإلى معلم فنان يستطيع أن يقدم لطلابه صنوف المعرفة ومفاتيحها. طيب المعلم الما موجود دكتور؟ نعم، هؤلاء الطلبة هم ضحايا معلميهم ومناهجهم. نعم، وهذا شأن الدول والحكومات والأنظمة، أن تأتي بتعليم راق مبدع. وأولياء الأمور التعليم يا سيدي يأتي بالشاعر ويأتي بالروائي. لماذا لم يأتي لنا عملاق مثل نجيب محفوظ أو شاعر كبير مثل ذلك الأمير الذي يعني صدح يعني في السماء العربية بشعره وبفنه. ومن هذا المنطلق أحب أن أسر إليكم بأننا أنشأنا مدرسة أدبية اسمها مدرسة الجن. هذه المدرسة تضم شاعرا عملاقا، الشاعر السيد خلف أبو ديوان، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وبالناقد الدرعمي الكبير الأستاذ عمرو الزيات، والشاعر علي أحمد، والأستاذ حمادة عبد الونيس الدرعمي، والشاعر محمد ناجي، والناقد الكبير عبد الغفار محمد. وأنا ساردها، ولها النقاد ولها الشعراء، وهي حديث الصحافة والإبداع والتلفاز والإذاعة في مصر بل في الوطن العربي. هذه المدرسة الأدبية تعيد أو تحاول أن تعيد للعرب فنهم الأثير ألا وهو الشعر، ثم يتبعه السرد والنقد. نريد أن نقدم شيئا ألا نبكي على اللبن المسكوب، فإن ظللنا هكذا نبكي ونتألم ونتوجع ونقول ما من خير فقد هلكنا. يجب أن نبادر. يبقى دكتور، يبقى في البدء أن نعيد المكانة الصحيحة والمكانة المفقودة للمعلم أولا. نعم، حتى يخرج ذلك الجيل المسؤول. المعلم والمنهج والطالب. نعم. مثلث ذو أركان ثلاث: معلم ومنهج وطالب. أما المبنى فتستطيع أن تجلس حتى لو تحت ظل شجر فتعلم. ما هي أشهر المدارس التي عملتم بها دكتور؟ أنا عملت في معظم مدارس دلتا في مصر. والآن أنا كبير معلمين. نعم. طيب دكتور، نحن سنتحدث في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أثر الرسائل العلمية وواقعها على معالجة قضايا المجتمع في العالم الثالث، وتحديدا الأمة العربية والإفريقية التي نحن جزء منها. نعم. بالتالي كثير من الرسائل العلمية، ماجستير ودكتوراه وما إلى ذلك وأبحاث علمية، هي تعالج قضايا المجتمع ولكنها تظل في الرفوف لا تطبق. نحن سنفرد مساحة واسعة ما هي المشاكل، ولماذا هذه الرسائل إذا لم تعالج قضايا المجتمع فما الفائدة من البحث في الدراسات العلمية. كذا في إيجاز دكتور، هل تعتقد أن الرسائل العلمية الموجودة كمدخل للحلقة القادمة إن شاء الله، تفتكر أنه الرسائل العلمية هي تعالج حقيقة قضايا المجتمع في أبعاده السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية كذلك؟ النابغون من العلماء أعمالهم مسطرة في ذاكرة وفي وجدان العرب. أنت لا تستطيع أن تغفل دور جمال حمدان ولا عاصم الدسوق. لا تستطيع أن تتنكر لجهد نعمات أحمد فؤاد. لا تستطيع أن تتنكر لجهد أحمد عبد العزيز الأهواني. دكتور لا أحمد تستطيع أن تتنكر. نعم. لا تستطيع أن تنسى دور طه حسين وما ألقاه من حجر في المياه الراكدة، ولا شاكر ولا الرافعي ولا غيره.
ولا أحمد مستجير. إذا ما كتب مجدي يعقوب كتابا تلهف الناس عليه. فالمشكلة ليست في كم الرسائل التي تؤلف بقدر من يكتب، وأين الجهات المعنية في رصد ما توصلت إليه هذه الدراسات والأبحاث من نتائج وحقائق نستطيع أن نخدم بها مجتمعاتنا. في الغرب يهتمون بكل من يكتب. لو في عجالة بسيطة ذكر لي أستاذي الدكتور حسن الشافعي أمد الله في عمره، وهو رئيس مجمع اللغة العربية، كان يدرس لنا في دار العلوم، فقال كان يعالج ويقرأ في مخطوطة في ألمانيا، فأخرج كعادة الطلبة العرب والمصريين مسطرة ليفك الورقتين المدمجتين معا. فقامت على الفور أمينة المكتبة في جامعة برلين وعلى أطراف أصابعها ولم تكلمه، بل أشارت إليه أن كف، وقالت له بعد يومين ستأتي تجد الكتاب. فإذا به بعد اليومين يجد الكتاب وقد عولج معالجة كيميائية متقنة، وقد نزعت الورقتان بعضهما عن بعض، وهذه مخطوطة عربية. انظر يا سيدي كيف اهتموا بكتبنا وبآثارنا فنهضوا، ونحن نميط اللثام ونضع الأتربة والأكوام عليها. فماذا تنتظر؟ تنتظر جهلا أو خرافة. التعليم وأن تأتي بجيل واع نابه يستطيع أن يعالج شؤون مجتمعه وأن يمتد إلى آفاق رحبة. كثير من المخطوطات العربية والكتب يعني الحديث ذو شجون عن الكتاب وعن الرسائل العلمية. يعني إن نسأل الله في أعمارنا إن شاء الله نتقابل مرة ثانية ونتحدث عن واقع العلم والمكتبات والعلماء إن شاء الله. إن شاء الله دكتور. طيب بما تختتم لنا هذه الحلقة، إذا كان مقولة أنت تراها هي كانت نبراسا لك في حياتك دكتور، أو أبياتا من الشعر بتراها كمان أنه هي يعني ذلك أو عندما تخلو مع نفسك كأديب، بماذا يعني تدندن مثلا بشيء من الغناء للكبار أو بالأهازيج والموشحات وما إلى ذلك دكتور؟ بلادي في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي، ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إن لم يتيم. يا سلام. لمن هذه الأبيات؟ للرافعي. صادق الرافعي. يا سلام يا سلام يا سلام. وشيء آخر على ذكر الرافعي من الدلت، يعني إذا كان من أصل اللبناني فإن زوجته من قرية بجوارنا اسمها من الجناج، وتزوج من آل القرقوقي من أشراف الناس هنا. فالرافعي يعني نجله ونعظمه لكتاباته ولحبه للعربية. نعم نعم نعم. والله لا أستطيع أن أتذكر شيئا محددا، فأنا كالأسد يهضم الخراف فيخرج، يعني ما الأسد إلا خرافا كثيرا، وما أنا إلا مثله أقرأ وأنسم أسكب ما كتبت ما قرأت من كتابات في صفحتي. لي كتاب. طيب دعنا نختم معك الحديث دكتور سيد شعبان، أستاذ اللغة العربية والخبير التربوي الكبير، وفي نفس الوقت خبير لغوي بوزارة التربية والتعليم المصرية، والأديب والكاتب بالصحف العربية والمصرية. نختم بحديث حافظ إبراهيم شاعر النيل: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي، فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي.
إلى آخر ما قال الشاعر الكبير. طيب، ممكن تودع لنا المستمعين دكتور سيد شعبان في ختام هذا اللقاء؟ لكم مني تحية وسلاما. سلاما لو تجسد كان درا وياقوتا يقلب باليدين، على رأي الشاعر السوداني الكبير محمد صالح ابن هارون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي في الهندسة الإذاعية والإخراج والإشراف العام الزميل فتحي عثمان وبنيام سمعون. شكرا لكم دكتور السيد شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. اختيار السوداني محمد عبد السلام مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إريتريا. أكدت مصادر في مجلس حقوق الإنسان بأن لجنة حقوق الإنسان في المجلس اختارت يوم الأربعاء الماضي الأستاذ محمد عبد السلام أستاذ القانون الدولي السوداني مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إريتريا، خلفا لمواطنة تشيلي دانييلا كرافيتس والتي استقالت من المنصب في يوليو الماضي. الجيش الصومالي يقول أنه قتل 10 من حركة الشباب المجاهدين في منطقة شبيل جنوب الصومال. قال متحدث باسم القوات المسلحة الصومالية التي تخوض حربا ضد حركة الشباب المجاهدين الصومالية المتشددة بأن 10 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم في عملية عسكرية بالقرب من بلدة باريري في منطقة شبيل السفلى جنوب الصومال. نائبا الرئيس السوداني والجنوب السوداني يبحثان اتفاقية سلام جنوب السودان. ذكرت وكالة السوداني للأنباء في خبر لها من جوبا عاصمة جنوب السودان بأن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دوغلو بحث مع النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان دكتور رياك مشار بمكتبه سير اتفاقية جمهورية جنوب السودان، باعتبار أن السودان هو الطرف الضامن لهذه الاتفاقية، وذلك بحضور المستشار توت غولواك مستشار الرئيس سيلفا كير للشؤون الأمنية. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف، وتحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس. ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.